وحشتوني جدا جدا. الحقيقة اني بعتذر لكم عن غيابي الفترة اللي فاتت لاني كنت تعبانة حبتين، واظن ان صوتي واضح عليه، لكن الحمد لله الموضوع بسيط. لكن انا قلت لازم اني احترمكم واطلع اعتذر لكم عن غيابي الفترة اللي فاتت. وطبعا انا مش حابة اطول في الموضوع ده اكتر من كده علشان ندخل على حلقتنا بسرعة، عشان حلقة النهاردة مش زي اي حلقة، لاني النهاردة مش جاية احكي لكم على قصة اغتيال زي الحلقات السابقة، لكني جاية احكي لكم عن قصة خيانة للجيش المصري والشعب المصري، قصة خيانة تقشعر لها الابدان. وعلشان تعرف قصتنا النهاردة عن مين، ياريت تجهز فنجان القهوة بتاعك أو كوباية الشاي بتاعتك، وتحط الهاند فري في ودنك وتركز معايا من البداية للنهاية، لأني النهاردة مش هتكلم على جاسوسة بس، لأ، ده أنا هتكلم عن معركة مخابراتية من الطراز الرفيع، معركة شرسة ما بين المخابرات المصرية والمخابرات الإسرائيلية، تدخل فيها رؤساء الدول الاتنين، وتدخلت فيها أمريكا نفسها. معركة كان بطلها أسرة بأكملها، زوج وزوجة و3 من أولادهم. عايزين تعرفوا أنا هتكلم عن مين النهاردة؟ هقول لكم، بس قبل ما أقول لكم ياريت تدعمنا باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. النهارده حكايتنا عن الجاسوسة انشراح مرسي أو انشراح موسى. اتولدت انشراح موسى في محافظة المنيا سنة 1937، وخدت شهادة الإعدادية سنة 1951. وبعد الإعدادية الستات زمان كانوا بيحبوا يتزوقوا لما يروحوا أفراح قرايبهم علشان يتجوزوا بسرعة، وفي فرح كانت بتحضره انشراح لقريبتها اتعرفت هناك على إبراهيم شاهين، وزمان ما كانش فيه مساحة لحد إنهم يقعدوا فترة يتكلموا. فبعد فترة قصيرة جدا إبراهيم شاهين راح بسلامته وتقدم لانشراح واتجوزوا. إبراهيم ده بقى كان شغال محاسب في مديرية العمل في العريش، وعلشان الست المصرية كان لازم تتنقل مع جوزها، راحت انشراح مع جوزها وعاشت في العريش. وطبعا انت عارف المثل اللي بيقولك إن المخدة ما بتشيلش 2 حلوين، بس أنا أحب أكسر لك القاعدة دي النهاردة وأقولك إن المخدة طلعت بتشيل 2 أنيل من بعض، وإن فعلا الطيور على أشكالها تقع. سي إبراهيم بيه شاهين اتقفش في المديرية في جريمة رشوة، وحبسوه وقتها 4 شهور، وبعدها رفدوه من الشغل. وبكده إبراهيم بقى عاطل عن العمل الرسمي. وفي الوقت ده بقى قامت حرب 67 أو نكسة 67، وقام الاحتلال الصهيوني بالسيطرة على أرض سيناء، وكان الصهاينة شغالين على ودنه في تجنيد أي حد هيجيب لهم أخبار عن الجيش المصري. يسكت بقى سي إبراهيم ما يسكتش، أصل إبراهيم شاهين كان أجزر ما أنجبت الأمة المصرية. البيه راح اتعرف على مسؤول المخابرات الإسرائيلي في سيناء بعد الهزيمة، وقعد يبوس الإيدين والرجلين علشان يخلوه ينزل القاهرة يطمن على ولاده، لأنه كان سايب عياله مع أخوه وقت الدراسة. وولاده دول ليهم قصة تانية هحكيها لك، بس خليك مركز معايا هنا الأول. المهم يا سيدي، إبراهيم شاهين ده كان داعي القذارة في دمه، لأن أول ما مسؤول المخابرات الإسرائيلية عرض عليه تجنيده وافق وما كدبش خبر، وفي اللحظة دي أخد كمية فلوس كويسة وشوية وعود ملهاش لازمة من الجانب الصهيوني. ما انتوا عارفين اليهود شطار قوي في الكلام الكتير اللي ما بيعملوش منه أي حاجة. ما علينا. تسكت بقى خالتي انشراح؟ لا، ازاي ما تسكتش؟ ركبت على دماغ إبراهيم وعايزة تعرف الفلوس دي كلها جابها منين. طبعا إبراهيم كان خايف يقول لها، لكنه في الآخر اعترف لها. أصل انشراح دي كانت ست قادرة وتنطق الجن الأزرق. المهم إنه قال لها أنا بقيت جاسوس إسرائيلي يا انشراح، زغرتي على ساعدك. وطبعا هنا بقى شهامة الست المصرية الأصيلة ناحت عليها حبتين، فمسكت السكينة وذبحته. وطبعا أنت مستنيني أقول لك كده دلوقتي، لكن الحقيقة إن انشراح كانت أجزر بكتير من إبراهيم. دي فعلا كانت بتزغرت على سعدها، وقالت له يا إبراهيم أنا عاوزاك تخليني أشتغل معاهم، أنا أصلي بحب الخيانة قوي. لا، المرة دي أنا مش بهرج، أنا بتكلم جد. المهم إن إبراهيم زي لهبل وداها لرئيس المخابرات الإسرائيلية برجليه، وفضلوا ياخدوا تدريبات مكثفة، وخصوصا الحيزمونة اللي اسمها انشراح كانوا بيدوها شوية تدريبات، والقرني قاعد مستنيها بره، قصدي إبراهيم قاعد مستنيها بره. ده من كتر القرف بقى كل واحد فيهم شايل اسم يهودي غير اسمه، فميس انشراح بقى اسمها دينا حايم، ومستر إبراهيم بقى اسمه موسى حايم،
ويا ريت كانت قذارتهم وخيانتهم كانت تقف لحد هنا. دي وصلت بيه إنه يغرس دم الخيانة في ولاده الصغيرين، ودول بقى كانوا أصغر جواسيس في العالم. دول كانوا بيصاحبوا ولاد الضباط ويطلعوا منهم بمعلومات كانوا بينقلوها لأبوهم الخرنج، اللي كان بينقلها لمسؤول المخابرات الإسرائيلي أول بأول. بس على مين؟ ده مسكوا الحاكم الإسرائيلي ونفضوا حتة تنفيضة وقال له بقول لك إيه يا حبيبي، أنا مش ينفع معايا الشغل ده، أنت تروح القاهرة تلبت خيناك وتجيب لي الأخبار أول بأول، ويا ريت تبقى تاخد معاك انشراح علشان أنا تعبان اليومين دول. وبقت أسرة الجواسيس كلها بتشتغل في القاهرة وبتنقل المعلومات كلها لتل أبيب. كانت من أبشع الحوادث اللي حصلت بسببهم إنهم بعتوا معلومات عن الروتين اليومي للقائد العظيم عبد المنعم رياض، رئيس أركان الجيش المصري في خلال فترة الاستنزاف، هو ومجموعة من رفاقه الأبطال. دي قالت لهم إنه كان موجود في الموقع رقم 6 على شط القناة، فقامت قوات العدو بقصف الموقع وحصل تبادل عنيف لإطلاق النيران مع العدو فاق كل التصور. ونجحت إسرائيل بالمعلومات دي في استهداف القائد عبد المنعم رياض. ده أنا مش عايزة أقول لكم إن بعدها انشراح سوكا بقت البرنسيسة انشراح، وكانت سايقاها بقيادة الأورني على أي حد مسؤول يقدر يجيب لها معلومات علشان تبعتها لإسرائيل. دي البرنسيسة انشراح هي وإبراهيم بيه كانوا بيسافروا لتل أبيب بكل سهولة كأنهم رايحين من القاهرة لإسكندرية، لأنهم كانوا بيروحوا العريش، ومن العريش بيكونوا في ولاية مسؤول المخابرات الإسرائيلي، وكانوا أحياناً بيسافروا عن طريق السودان، ومن السودان للحبشة، ومن الحبشة كانوا بيركبوا طيارة توديهم لإيطاليا، ومن إيطاليا كانت بتجيلهم طيارة خاصة توديهم لتل أبيب. وفي سنة 1973 اتدربوا على جهاز إرسال الرسائل المشفرة لتل أبيب، لأن إسرائيل كانت بتاخد على قفاها جامد، لأن أجهزة الجيش المصري كانت على أفضل جاهزيتها وقدرت إنها تلقط الإشارة اللي اتبعتت من إسرائيل للقاهرة. وتم القبض على إبراهيم شاهين في يوم 5 أغسطس سنة 1974. وفي الوقت ده كانت ميس انشراح في إيطاليا علشان تقابل ضابط إسرائيلي تبع الموساد علشان تديله معلومات وتاخد منه توجيهات ها؟ واخد لي بالك انت؟ المهم ميس انشراح رجعت يوم 24 أغسطس سنة 1974 وتم القبض عليها، ومع أول قلم قالت هقر يا باشا على كل حاجة. ونزلت وقتها جريدة الأهرام بالمنشط العريض القبض على أخطر جاسوسة لإسرائيل. بس طبعا إسرائيل وقتها قامت على رجل ما قعدتش. والغريب في الموضوع إنه ما كانش علشان إبراهيم، لا ده كان علشان انشراح. ولما المخابرات المصرية فتشت الشقة بتاعتهم لقوا جهاز إرسال مصنوع من أيادي المخابرات الأمريكية، وطبعا اتحكم على انشراح وجوزها إبراهيم بالإعدام، وعيالهم بقوا في دار الأحداث. والواد الكبير خد له 5 سنين سجن، أما إبراهيم اتعدم زيه زي أي خاين عميل سنة 1977. لكن إسرائيل حاربت علشان انشراح ما تتعدمش، وبعد 3 سنين من حبسها أصدر الرئيس المصري محمد أنور السادات بالعفو عنها كصفقة تبادل أسرى، وكانت انشراح و3 أولادها في مقابل أسرى مصريين اللي ضفر واحد منهم برقبة العيلة الخاينة دي كلها. ده أنا مش عايزة أقولك قد إيه انشراح كانت في قمة سعادتها لأن الأوراني بتاعها مات. ده يا أخي من كتر قذارتها أول لما خرجت من السجن اعتنقت الديانة اليهودية كده وش وبكل بجاحة، وبقى اسمها دينا بن ديفيد، وسمت نبيل ومحمد ولادها، واحد باسم يوسي والتاني باسم حييم. حتى الواد ابنها التالت خرج من السجن على سينا بمساعدة مرشد بدوي، ووصل من سينا لقطاع غزة عن طريق الأنفاق. الكلام ده كان بعد 3 شهور من توقيع اتفاقية السلام ما بين إسرائيل ومصر. ودخل ابنها الثالث عادل لأرض الوطن إسرائيل بالسلامة، وراح مسمي نفسه رافي بن ديفيد. وبقت العيلة كلها أنعم وأكرم يهود حاملين للجنسية الإسرائيلية. وفي سنة 1989 أثناء ما كانت انشراح عايشة في إسرائيل وجري بيها العمر وعجزت وما بقاش حد مهتم ولا سائل فيها، طلعت تصرخ وتقول محدش مقدر الخدمات
اللي كنت بقدمها أنا وعيلتي لخدمة إسرائيل. وفضلت تطلع في مقابلات وتصرح بتصريحات وتقول أنا صورت كل مطار وكل قاعدة عسكرية وكل جسر في القاهرة، وكل 6 شهور كنت ببعت أكتر من 40 شريط مايكروفيلم. ده من كتر دهائها وخبثها كانت بتحط أفلام المايكروفيلم بعد ما كانت بتحمضها في بيتها في البوف اللي كانوا بيقعدوا عليه، ولا من شاف ولا من دري. دي راحت اشترت البوف مخصوص من خان الخليلي علشان تخبي فيه أفلام المايكروفيلم. وطبعا الكلام ده مش على لساني، ده على لسان ابنها عادل أو رافي بن ديفيد زي ما هتسمع كده دلوقتي. ده كنا بنوصل من افلام لاسرائيل. البوف دوت اللي هو مرسوم عليه الفراعنه، كرسي كده زي كرسي، وكان يطلع الكرتونه اللي محطوطه في كل حته في البوف ده اللي بيقعدوا عليه، ده بيملوه بعد كده بيقعدوا عليه. فكان يطلع الكرتونه اللي هي يطلع الكرتونه ويقسمها كده بالنص ويحط الفيلم في النص هنا اهو، وكان يقفل الكرتونه كده اهو بالغيره. يعني لو جه القرد الازرق مش هيعرف مكان الافلام دي فين. لو اخدت دوت البوف دوت وقعدت تقلب فيه مليون سنه مش هتقدر تطلع الفيلم. الحقيقة إني مش لاقية وصف أوصف بيه العيلة دي غير إنهم حقيقي شوية خونة وأندال اتسببوا في استشهاد آلاف المصريين والضباط والجنود وتدمير كتير من المنشآت المصرية. ومش بس كده، ده من كتر البجاحة يا أخي انشراح كانت بتقول إن الفلوس كانت الهدف الأساسي في البداية وبس. لا والله كتر ألف خيرك، هو كان فاضل إيه تاني تعمليه وما تعملش؟ ده خيانة لبلدك وخنتي شرفك وبعتيه، حتى دينك سبتيه واعتنقت ديانة تانية، قتل وتسببتي في استشهاد الآلاف. وكل ده وتقولك إن الفلوس كانت الهدف الأساسي في البداية. ده حتى هي وجوزها كانوا بيحذروا الموساد من إن في عملية عسكرية وشيكة هيقوم الجيش المصري بيها يوم 6 أكتوبر من قبلها بشهر، ولولا ستر ربك المخابرات الإسرائيلية اتجاهلت كلامها. ومن كتر الخيانة والقرف اللي كانوا عاميين عينيها طلعت بتصريح بتقول فيه إنها مش ندمانة للتجسس لصالح إسرائيل، وقال إيه إن كل اللي كان مزعلها وقاهرها إن وضعها المادي تدهور في آخر أيامها. أصل البرنسيسة بعد خيانتها بدل ما يكرموها رموها رمية الكلاب وسابوها شوية تشتغل طباخة وشوية تغسل في حمامات اليهود. أمال انت كنت فاكرة إيه؟ هيجيبولك قصور وعربيات مكافأة على خيانتك لبلدك؟ ما هو زي ما انت خاينة في نظر أهل بلدك، انت برضو في نظرهم واحدة خاينة بايعة شرفك ووطنك، وطبيعي يكون ده مصيرك. وفي الآخر بعد كمية القذارة والخيانة دي كلها اللي ما استفادتش منها أي حاجة، ماتت انشراح موسى في نوفمبر سنة 2021، وما زالوا أولادها وبذرتها العفنة عايشة في إسرائيل. وزي ما قلت لكم في بداية الحلقة إن الطيور على أشكالها تقع، وحسبنا الله ونعم الوكيل في كل واحد خان بلده وباع أهله ووطنه علشان شوية ورق. أصل الفلوس في وجهة نظري هي شوية ورق. عموما كده أو كده اللي أقدر أقولهولك في النهاية إن اللي في طبعه الغدر والخيانة لا يؤتمن على أي شيء. وكده أو كده أنا مستنية رأيكم في التعليقات، وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا. لكن طبعا لسه السلسلة ما خلصتش ومكملة معانا، وللمرة التانية بعتذر لكم عن تعبي الشديد اللي واضح جدا في نبرة صوتي، واشوفكم على خير في الحلقة الجاية، وسلام عليكم. Hold me close till I get up. Time is barely on our side.